حاجات غالية أوي. نفسي اشتري لينس، نفسي اشتري فلاش. اسعار نار، اسعار نار. كنت بسرق، حرام. اخش النار على ايه طيب يعني؟ طب اعمل ايه؟ اسرق محل كاميرات طيب؟ ده مش حرام؟ هي نفس السرقة. قسطه على بنك، ملهاش غير ان انا قسطه على بنك ولازم اجيب فلوس. ما هات اشتري لينس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه تصوير المصري. معاكم احمد فتحي، والنهارده هنتكلم كده حلقه دردشه زي ما بندردش مع بعضينا. هنتكلم عن هو انا اقدر اشتري حاجات للتصوير او اي حاجه عامه بسعر ارخص من مصر؟ ما ينفعش. بص، مفيش حاجه في الدنيا ما بتنفعش، هو ينفع بس في عيوب وفي مميزات هنتكلم عنها كلها للي هينفع، وازاي تشتري حاجات بسعر ارخص من مصر وتجيبها بكواليتي ممكن يكون كمان زي هنا او اكتر او احسن كمان. الحل هنا هو اي باي. لا مش تعويذه ولا باسورد ولا كلمه سر ولا الجو ده، لا، موقع اي باي. طبعا الفيديو ده اكيد مش اعلان لاي باي لانه مش محتاج اعلانات، بس الفيديو ده ليكوا انتوا عشان انا والله الموقع ده مفيد جدا، في حاجات حلوه قوي قوي. انا شخصيا مش عارف اشتريها، بس قلت اقول لكم يمكن حد منكم يقدر يشتري اي حاجه هو عايزها من هناك. ايه اي باي ده؟ اي باي ده موقع بيتعرض عليه منتجات من كل انحاء العالم مستعمله، واحيانا في منتجات بتعرض عليه جديده باسعار طبعا كله بالدولار. كده انت بتصعبها. الدولار ايه؟ الدولار عندنا ب 18 جنيه دلوقتي. لا مش بصعبها، لان في حاجات بتتعرض لقط باسعار حلوه قوي 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 وباستخدام حلو قوي. طبعا انتوا عارفين استخدام الاجانب غير استعمال المصريين. غير ان الموقع ده بيقدم لك كمان ان في خاصيه ان انت ممكن تخش مزاد على الحاجه. يعني راجل مثلا عارض كاميرا بيبدا مزاد مثلا ب $100، تقعد بقى تزود 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 في ميعاد انتهاء المزاد ده. طبعا الموضوع ده بالنسبه لي انا ممل، بس ممكن يكون لناس تانية كويس، لان هو انت ممكن تاخد حاجه ارخص من ثمنها. عليه اكسسوارز وعليه حاجات للكاميرات مش موجوده في مصر، عليه عدسات مش موجوده في مصر. لو شفت الحلقه بتاعت العدسات ام 42 هتلاقي عليه عدسات من دي بالهبل بالهبل، واسعارها كويسه جدا. بس السؤال هنا هو انا لو اشتريت حاجه من الحاجات دي هتجيلي ازاي، او هدفع فلوسها ازاي، وهتجيلي امتى؟ ودي النقط اللي فيها مميزات وعيوب. المميزات زي ما قلنا ان السعر ارخص شويه، ممكن يكون كواليتي افضل، استعمال كويس، الكلام ده كله. انما ايه العيوب بقى؟ العيوب حضرتك ان انت اولا لازم تدفع فلوس عن طريق الفيزا او عن طريق الباي بال. يعني ابسط حاجه منهم الفيزا. هتعمل فيزا وتحط فيها الفلوس بتاعتك تدفع من خلالها، دي ازاي ادفع الفلوس. ازاي المنتج هيجيلي بقى؟ دي المشكله او اكبر جزء هنتكلم فيه في حلقتنا النهارده. المنتج بيجيلك عن طريق شحن. الشحن ده اللي هو الحاجه بيجيلك من بره لبلدك، ده اسمه شحن. هتجيلك عن طريق ايه؟ هتجيلك عن طريق البريد المصري، يا اما في كذا شركه شحن تاني، بس البريد المصري ارخص حاجه. ارخص ليه؟ مش من جماله، لا، هو ارخص لان الحاجه بتقعد اكتر من شهرين عشان تجيلك، وممكن ما تجيلكش، ممكن تضيع، وممكن يحصل لها اللي يحصل لها. ده اول حاجه. في شركات تانية زي DHL الكلام ده كله موجود ومتاح بس اغلى. في بقى مواقع حلت لنا الموضوع ده. طبعا برضو الموضوع ده مش اعلان، محدش كلمني خالص ولا اي حاجه ولا اعلان، انا بس شفتهم، ومحدش يفتكر ان انا اتعاملت او استعملتهم. انا ما استعملتهمش، انا مجرد بس مطلع عليهم مش اكتر. في خدمتين، شوب اند شيب وادفع لي. ادفع لي ده موقع بتخش عليه بتدخل عليه لينك المنتج بتاعك، بيقول لك هيتكلف كام لحد وصوله عندك البيت، بس في المقابل ان المنتج برضو بيكون سعره اغلى، لان انت بتضيف عليه جمارك وبتضيف عليه ضرايب وبتضيف عليه خدمه ادفع لي وبتضيف عليه الكلام ده كله، فالمنتج هيبقى اغلى شويه. بس انت هتقارن السعر النهائي بسعر المنتج عندك في مصر بالجوده بالكلام ده كله. لو انت كسبان اشتريه، لو انت مش كسبان ما تشتريهوش. المنتج بيجيلك لغايه البيت. شوب اند شيب بتخش على الموقع طبعا تسجيل بفلوس، ممكن يبقى عليه عروض، ساعات بيبقى تسجيل فيه ببلاش. بيديك عناوين في بلاد اجنبيه بتدخلها على المواقع اللي بتشتري منها زي اي باي مثلا، والمنتج بيروح لك عليه، بيكون مكتبهم هناك، بيجيبوا لك المنتج لغايه مصر، بس ما بيقولكش تكلفه المنتج كام بالظبط. انت بتدخل مثلا وزن المنتج وهو بيقول لك هيجي لك قد ايه. انما ادفع لي بيجيب لك تفصيل المنتج، ثمنه، ضرايب، جمارك، شحن،
كل الكلام ده. فدول الطريقتين اللي انا اعرفهم واللي اطلعت عليهم، او الثلاث طرق بالبريد المصري للشحن المصري. في طريقه رابعه خالص بعيد عن الكلام ده كله واوفر واسهل وارخص، ان هو لو انت ليك حد بره مصر، امريكا، الكلام ده كله، بيكون الشحن اللي عندهم بسيط. ممكن يكون المنتج في امريكا واللي عندك ده في امريكا، فالشحن يكون عنده حاجات بسيطه مثلا 2 دولار 3 دولار، يكون الشحن مجاني، يجيب لك المنتج وهو نازل مصر. طبعا ده ارخص واسلم وامن طريقه ان انت تجيب بيها منتج لعندك من موقع زي اي باي. بس طبعا كلنا ملوش حد في بره مصر، او المعظم ملوش حد بره مصر، فالمنتج بتاعك ممكن تجيبه عن طريق الثلاث طرق دول، يا شوب اند شيب، يا البريد المصري، يا ادفع لي. هتستحمل فلوس زياده، بس في الاخر لو حسيت ان انت كسبان، ممكن تلاقي نفسك كسبان جوده. تلاقي كاميرا مثلا هنا في مصر ب 10000 جنيه، هتجيبها من بره بالضرايب بالجمارك بالكلام ده كله ب 10000 جنيه مثلا، بس معاها اوفر حلو، بيكون معاها لينس اعلى. ممكن يكون كاميرا مستعمله في مصر ب5، تجيبها انت من بره برضو لغايه ما تجيلك بيتك ب5. كل دي مثلا امثله ب5، بس شاتر كاونت اقل واستخدام افضل. انا بلاقي لقط على المواقع دي يا جماعه، في الاكسسوارات، في المعدات، في الكاميرات، في اي حاجه تخص التصوير وغير التصوير. انا بقف قدام الاعلان كده او قدام المنتج بتنح، بتمنى ان انا اشتريه، بس للاسف ما بقدرش اشتريه، زي لان حوار الجمارك ده بيبقى متعب شويه، وحوار المده بيبقى متعب اكتر عشان الانتظار، وانا ممكن يكون مثلا موجود النهارده مش موجود الفتره الجايه، فدي تبقى متعبه بالنسبه لي. انما انا قلت اقول لكم عليه، يا عالم يمكن يكون حد فيكم نفسه يشتري حاجه ومعهوش مثلا تمنها هنا بالمصري، يكون قادر يجيبها من بره، يكون ارخص له لو حاجات بسيطه تفرق معاه، يكون عايز حاجه معينه مش في مصر. يعني مثلا كاميرات زي سوني مش موجوده في مصر، انما على المواقع زي اي باي ده مغرقه الدنيا، كانها نيكون وكانون عادي جدا، ممكن تشتري من على هناك. لينسز زي الام 42 زي ما قلت في اول الفيديو، انا نفسي اشتري لينس من عليه، بس برضه نفس مشكله الشحن والجمارك والكلام ده، هي مخليني مأخراني شويه، خصوصا ان انا مبقتش موجود زي الاول. فانت ممكن تخش وتلاقي اللي انت عايز تجيبه وتجيبه وتدعي لي، انا مش عايز منك حاجه ولا اعلان اي حاجه والله الفيديو ده، ولا بتكلم عن موقع لان حد منه كلمني ولا الكلام ده، ولا باخد فلوس على الكلام اللي بقوله ده، بس دي تجربه شخصيه. موقع بخش اتفرج على الحاجات اللي فيه ارخص، اسعار ارخص، منتج ممكن يكون افضل، استعمال افضل، حاجات زيرو، حاجات مستعمله، اكسسوارز مش هنا، انواع مش موجوده في مصر، حاجات كده هتخليك انت نفسك تقعد على الموقع ده 24 ساعه في 24 ساعه. وبعد كده تلاقي مواقع تانية او فيديوهات تانية على اليوتيوب بتشرح لك ازاي تسجل في الموقع ده، وازاي تشتري منه، وازاي تعمل الكلام ده كله. انا عملت بس الفيديو ده عشان الفت نظرك لحاجه انت ممكن مش واخد بالك منها، واكون سبب في ان انت تشتري حاجه نفسك فيها مفيده، وموقع زي ده عشان تكون ارخص شويه. يا رب تكونوا استفدتوا معايا الفيديو ده، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، لو عندك اي سؤال في كومنت او ابعت لي مسج على الفيسبوك. ووصلنا ل 5000 سبسكرايبر، وهنوصل ل 10000 بيكم ان شاء الله. لايك وانت ماشي، ما تبخلش عليا. شكرا.